الحدوته بتبدا يا جدع، وبنشوف لقاء تلفزيوني وبيكون في دكتوره وعالمه كده بتتكلم عن مشروعها الجديد، وبتقول انها قدرت بعد ابحاث كتير جدا عملتها انها تخلي اي فيروس مهما كان خطره او ضرره على الانسان يكون ضعيف جدا الفيروس ده، وانها كمان تخلي نشاطه معكوس، وان هو بدل ما يضر الانسان لا ده هو يفيده. وبعدها بنشوف يا باشا بعد مرور 3 سنين ان العالم تقريبا بقى فاضي وما فيهوش اي بشر بسبب الفيروسات اللي اتعمل عليها التجارب، والدكتوره العالمه الفاشله دي طلعت عالمه مش دكتوره. المهم يا عم الحاج ده يعرفنا ان الستات ده كان حقيقي هو المطبخ. المهم بعدها بنشوف واحد دكتور كده اسمه روبرت، وبيكون سايق عربيه هو الكلب بتاعه اللي اسمه سام في المدينه الفاضيه اللي هم فيها، وبيكون في قطيع كبير من الغزلان في الشارع، وبيفضل روبرت يطاردهم عشان يصطاد واحده منهم. بعدها مش بيقدر ان هو يصطاد خالص عشان في اسد جه اساسا واخد اللي هو كان هيصطادها. تفهمش ايه اللي جاب الاسد في نص المدينه. المهم ابو الصحاب في وسط ما انت بتتمخطر معايا كده في الملخص، اخوك عايزك في كلمتين كده، مزنوق معاك في كلمتين، فتعال لما اقولهم لك والنبي ابو الصحاب. يعني بص يا ابو الصحاب، انت شفت القناه بتاعت احمد مكي ميني موفز؟ ها شفتها؟ لا مش احمد مكي التاني، مش احمد مكي بتاع الكبير، لا مش ده احمد مكي تاني كده صاحبنا وحبيبنا. يعني بص يا باشا القناه دي يا باشا فيها كذا واحد بيعملوا فويس اوفر، يعني لو ما عجبكش الاولاني هيعجبك التاني، ما عجبكش التاني هيعجبك التالت، ما عجبكش التالت لا بقى انت روح اكشف عند دكتور، ما انت اكيد لازم واحد فيهم هيعجبك اكيد. يعني المهم يا باشا بينزل ملخصات كده لذيذه وجميله، فاهم انت؟ عايزين نوجب مع الراجل برضه، الراجل اسمه احمد مكي فاهم انت، ولازم نوجب معاه. وبعدين يعني قناته حلوه ومش وحشه فاهم انت، احسن من قنوات كتير بتطلع اليومين دول مخفيه كان اعظم ابو الصحاب، ما انت عارف اللي فيها. يعني المهم يا باشا فانت روح اعمل لهم سبسكرايب لايك كومنت شير كده يا باشا فاهم انت، وقول لهم جاي لك تابع حدوته، وهتلاقي اللينك انا هحطه لك تحت في الوصف بتاع الفيديو، فانت شيك عليه كده وايه وتعالى بقى احنا نكمل الفيديو. بعدها عم الحاج بيبص في الساعه بتاعته، بيكتشف ان هو لازم يروح هو وسام الكلب بتاعه، وبيروح البيت وبيعمل عمك روبرت الاكل ليه وهو وسام، وبيكون هم قاعدين وبيرن المنبه بتاع ساعه روبرت، وبيقوم يقفل الابواب والشبابيك اللي في البيت، وبينزل هو وسام للبدروم عشان يستخبى، وبيكونوا نايمين هو وسام في البانيو ما تفهمش ليه. وبعدها بنشوف يا عم الحاج قاعدين كده سامعين اصوات الزومبي اللي بره، وبيفتكر الوقت اللي تم فيه اعلان عن حاله طوارئ، وبنشوف هو ومراته وقتها وبيكونوا راكبين العربيه، وبيقول لها انها تجيب اكل كتير جدا عشان هيسيبوا البيت ويهربوا. وبعدها بيجي واحد من الزومبيز على العربيه، وبعدها بيفوق عمك روبرت من النوم من اللي حصل له ده، وبيصحى وبيروح هو وسام في البيت وبيعملوا التمارين بتاعه الصباح بتاعه كل يوم. وبيروح عمك روبرت المعمل بتاعه، بيكون شغال على انه يلاقي مصل مضاد للفيروس اللي انتشر بره، بيكون عمال يعمل تجارب وابحاث كتير على الفئران اللي عنده. هتقولي ليه الفئران اشمعنى؟ يعني صراحه الفئران اقول لك يا عم الحاج عشان في تشابه من الدي ان ايه البشري والحاجات دي كلها، الماده الوراثيه حاجات انت مالكش دعوه بيها. المهم يا حاج بنشوف ان لسه الفئران الفيروس مسيطر عليها، فبيكون اساسا عمل كذا مصل ومجربه على كذا فار، والتجربه تكون ما نجحتش، بس بيلاحظ ان في فار كده بدا ان هو يبقى كويس نوعا ما، وهنا بيجي له امل ان هو ممكن يخلص البشريه كلها من الفيروس ده. وبعدها بنشوفه خرج هو وسام وبيروح للمحل بتاع شرايط الافلام عشان يجيب منه فيلم، وبيكون حاطط هناك مانيكانات وراصصهم، فاهم مانيكانات دي جمع مانيكان، فبيكون مهم يا عم الحاج راصصهم ومدي شكل كده كان في واحد اساسا فاهم واقف، وبيكون مدي لكل واحد فيهم اسم وبيكلموا كانهم بشر عاديين. الوحده بتعمل اكتر من كده. المهم يا عم الحاج بعدها بياخد عمك سام وبيطلع يقتحم البيوت، وبياخد منها اي اكل واي اجهزه اي حاجه ممكن تفيدهم في حياتهم عن اللي هم عايشين فيها دي. وبعدها بيطلع عمك روبرت على المطار، وبيكون بيروح هناك كل يوم عشان يقول في مكبرات الصوت ان لو في اي حد عايش ومش مصاب بالفيروس انا كمان عايش ومش مصاب، بالله عليكم اي حد يجي يساعدني، لو عايز نساعدك تعالى لي انا في اكل موجود وكل حاجه، بس ما تسيبونيش قاعدين لوحدي انا بكلم مانيكانات من كتر الوحده. المهم يا عم الحاج بيكون بقى هو وسام بيفضلوا قاعدين كده يسلوا وقتهم عشان يسمع اي رساله يجيله وما يسيبهاش. وبعدها هم قاعدين كده بيشوفوا غزاله رايقه معديه، بيكون عمك روبرت معاه، والغزاله بتكون سريعه جدا، الغزاله سريعه اصلا في العادي. المهم بيروح عمك سام جاري وراها، وبتدخل بقى في حته ضلمه كده، وبيكون سام وراهم مش سايبها، وعمك روبرت بيفضل ينادي عليه ولكنه مش بيسمعه، وبيكون مش عايز يدخل في المكان الضلمه ده عشان ممكن يكون فيه جوه حد مصاب ولا حاجه. المهم بعد كده بيدخل وراهم مع البندقيه وبيحاول ان هو يلاقي سام، وبيشوف روبرت ان في مصابين كتير جوه في المكان ده، وبيلاقي سام مستخبي وخايف جدا من الزومبي ده، انت كلب خيرها، وبيلاقي ان في واحد منهم وراه وبيهجم عليه، فبيضربوا روبرت بالنار، والباقي بيطلعوا يجروا وراه هو وسام، فبيجري منهم وبيبداوا ان هم يهربوا منهم لحد لما بيوصلوا للشباك وبينطوا منه. ولما بيوصلوا الزومبي للشمس، الشمس بتبتدي انها تحرقهم، عارف انت تحسهم الزومبي تحسهم فامبايرز. المهم يا عم الحاج بعدها لما بيعرف عمك روبرت ان المكان ده فيه زومبيز، بيقرر ان هو يصطاد واحد منهم عشان يعمل عليه التجارب بتاعته، هو بيعمل خطه كده وبيعرف يصطاد والحمد لله زومبيايه كده. وقبل ما يمشي يا عم الحاج بالزومبيايه كده بيلاقي ان في واحد منهم واقف في الشمس وضحى بنفسه نوعا ما، يعني فاهم انت، وباصص له هو بالزومبيايه اللي هو هجيبك يا ابن التيتن. المهم يا عم الحاج بعدها بياخد الزومبيايه دي في المعمل بتاعه وبيعمل عليها التجارب وبيديها المصل اللي نجح على الفار، وبيلاقي ان هو نجح عليها هي كمان وبدات انها تتحسن، بس يلاقي ان الموضوع باظ والمصل بتاعه مش بيشتغل اصلا. وبعدها بنشوف ان هو قاعد بيصور نفسه بيسجل ملاحظاته، وبيقول ان هو مستغرب ان الزومبي ضحى بنفسه عشان ينقذ الزومبيات الثانيه، ويكون بيقول ان هو هيكمل ويحاول يعرف ايه السر وايه الطريقه اللي هو يقدر يشفي بيها الزومبي دول. وبعدها بيفتكر اللي حصل من 3 سنين، وبنعرف ان الفيروس بينتقل عن طريق المصابين يهاجموا بعض او عن طريق الهواء كمان، وبيكون في كشف معين للناس عشان يشوفوا مين اللي جسمهم مضاد للفيروس ده، واللي بيكون مضاد بينقلوه من الناحيه الثانيه من المدينه، وبيروح يركب
مراته وبنته الطياره وبيقول لهم ان انا هبقى ارجع لكم بعدين، وبياخد من بنته الكلب بتاعها اللي اسمه سام علشان يكون معاه، وبيصحى بعدها من النوم والحلم اللي هو كان فيه ده. وبعدها بنشوف ان هو راح للمطار زي كل يوم، وبنشوف ان هو سايق كده بيشوف ان في مانيكان من المانيكانات محطوط في الشارع، يعني مش محطوط في مكانه، وبيكون مستغرب ومصدوم جدا وبيفضل يزعق ويقول له انت ايه اللي جابك هنا يا علا بتعمل ايه هنا، وبياخد بقى البندقيه بتاعته وبيفضل يضرب عليه بضرب عشوائي كده كل مكان حواليه، لحد لما بيجي ان هو يقرب منه بيكون في بركه ميه، ولما بيدوس عليها بيطلع ان ده فخ اصلا، وبيتربط من رجله وبيتعلق في الهواء زي الكلب، وبيغمى عليه مطرح لما هو جت سحب من رجله فدماغه خبطت فاغمى عليه، ويفوق يعمل الحاج على صوت الساعه بتاعته بيلاقي ان اصلا خلاص الغروب قرب، وبيفضل يحاول ان هو يقطع الحبل لحد لما بيقطعه، وبيقع على الارض والسكينه بتدخل في رجله، بيحاول ان هو يزحف عشان يوصل العربيه قبل لما الزومبي اللي واقف له بكلبين زمابي كده تانيين يجيبوه من وبيلاقي فجاه ان الراجل الزومبي ده هو اللي طلع وحلق نفسه عشان الزومبيايه. وبعدها بنشوف يا عم الحاج ان الكلاب اللي هي الزمابي دي مش عارفه انها تهجم عليه عشان الشمس لسه ما جابتهوش، يعني فاهم انت الشمس بتمشي وهو بيمشي يحاول ان هو يلحقها، بس في الاخر الشمس بتغيب وبيرجعوا يهجموا عليه هو وسام، وبيقتل عمك روبرت واحد منهم وسام بيتصاب من التاني، وبيفضل روبرت يحاول ان هو يقتلهم وسام بيقدر والحمد لله ان هو ينقذه ويموتهم، وبياخد عمك روبرت سام وبيرجعوا على البيت عشان يعالجه، وبيحقنوا بالمصل اللي هو جربه على الفار وعلى الزومبيات التانيه، بس المصل للاسف مش بيشتغل، وبيبدا سام بقى ان هو يبتدي ان هو يتوحش ويبقى زومبي، فبيضطر روبرت للاسف ان هو يقتله. انا عايز اقول لك ان ده مشهد حزين جدا عشان انا بحب الكلاب. المهم يا عم الحاج بعد لما بيقتله بيكون حزين جدا عليه، ويعتبر كده هو بقى وحيد خلاص، وبيقرر ان هو ياخد عربيته في يوم ويروح يقتل كل الزومبي اللي في الشارع، بص اللي هو مدعكه بقى انا هطلع عين ابوه. ولكننا بنشوف ان هم بداوا يهجموا عليه هم كمان، ويكون عددهم كبير جدا وبيقلبوا العربيه بتاعته، وبيكون في واحد منهم دخل عشان يقتله، بس فجاه كده بيكون في نور عالي جدا جاي عليهم من بعيد، وكل الزومبي بيهربوا، وبيجي الشخص اللي عمل النور ده وبياخد الشخص ده روبرت في عربيته، بيساله انت ساكن فين يا عم الحاج، وقبل لما يغمى عليه بيقول له عن العنوان بتاعه، وبعدها بيفوق عمك روبرت في البيت بتاعه، بيلاقي ان هو كويس والجرح بتاع رجله بتاع السكين ده متخيط وكله زي الفل، وبيلاقي معاه في البيت واحده وابنها، لما بيسال انت مين يا وليه انت، بتقول له انا سمعت الاعلان اللي انت عملته في المطار، وبتعملوا فطار وبيقعدوا مع بعض، وبتقول له انها لما سمعت الرساله بتاعته جت وفضلت تدور عليه عشان تنقذه، وبتقول له انها ساعتها سمعت صوت الدوشه وشافت الزومبيز، وتقول له كمان ان في مستعمره للناجين وانها كانت رايحه على هناك اصلا وجت عشان تنقذه لما سمعت الرساله بتاعته، وبيكون هو متعصب جدا ومش مصدق اللي هي بتقوله، وبيطلع على اوضته، وبعدها بينزل وبيقعد معاها وبيتاسف لها على اللي هو عمله، بس بيكون مش عايز ان هو يروح معاها في اي حته لان هو متاكد ان فاهم انت خلاص مفيش حد ناجي، وان هو المسؤول عن المصابين وان هو اللي لازم يعالجهم، وبتجيله فكره كده ان هو يقلل درجه الحراره اللي بيتعرض لها المصاب ويمكن الفيروس يموت ولا حاجه، فبينزل يعمل كده في المختبر بتاعه هو والبنت اللي معاه دي واللي اسمها ان واللي معاه ابنها، وبيحط الزومبيايه دي في تلج، وفجاه كده واحده واحده التجربه بتبتدي انها تنجح اخيرا، وبعدها بنشوفهم هم قاعدين بيتكلموا مع بعض، بيكون الليل وصل وبيسمع صوت زومبي من بعيد، فبيسالها هو انت لما انقذتيني وخدتيني البيت كنا بالليل، وبتقول له اه، بيقول لها يا ابنه الفلحه هم كده عرفوا طريق البيت، وبيقول لها تخش الاوضه هي وابنها، وبيطفي الانوار وبيشغل الكشافات عشان الزومبيز يخافوا من النور ويمشوا، بس بيلاقي ان هم بيكسروا اصلا ديك الكشافات دي، وبيكون هو حاطط قنابل حوالين البيت، فبيقرر ان هو يفجرها في الزومبي دول، ولما بيعمل كده بيكون فكر نفسه ان هو موتهم كلهم، وبيروح عشان يشوف ان هي وابنها، بس بيهجم عليه الزومبي اللي هو بيحب الزومبيات اللي هو كان بيحرق نفسه ده، ويفضلوا هما الاثنين يضربوا في بعضيهم، وبيكون الزومبي ده قوي جدا صراحه، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد لما روبرت بيقدر ان هو ياخد البندقيه بتاعته وبيضرب الزومبي وبيهرب منه، وبينزل عمك روبرت المعمل بتاعه بيلاقي ان ان وابنها مستخبيين فيه، وبيلاقي عمك روبرت الزومبي بيحاول ان هو يدخل، فبياخد روبرت مسدسه وبيموته، وبيلاقي ان الزومبيز بيحضروا نفسهم عشان يهجموا على البيت ويدخلوه، وبيلاقي هو ان التجربه بتاعته على الزومبيات دي نجحت جدا، بس بيقتحم عليهم الزومبي المكان، وبعدها بيستخبى هو وان وابنها ورا الازاز الواقي، وبعدها بيفضل يقول لهم يا جدعان انا اقدر اعالجكم والله، بس ما حدش بيكون بيسمع ده زمامي يا باشا، وبيلاقي الزومبي اللي بيحب الزومبيات ده بيحاول ان هو يكسر الازاز عشان ياخدها منه، ولما روبرت بيفهم اللي هو عايزه بيديها له خلاص، وبيخرج بيها وسطهم في السرير، وبيطلع حقنه كده وبيديها لها عشان تفوق، وبياخدوها ساعتها وبيمشوا، وبنشوف ان عمك روبرت وان وابنها ركبوا عربيه ورايحين على المكان اللي هي قالت له عليه، وبيكون عمل المصل اللي المفروض هيعالج بيه المصابين بالزمان، وبيكون يا صديقي دي مش النهايه الوحيده للفيلم عشان في نهايه ثانيه، النهايه الثانيه يا عم الحاج ان عمك روبرت قام جاي مدي عمتك ان المصل ده فاهم انت والطريقه بتاعته الحاجات دي كلها عشان هي تهرب، وقام جاي مفجر نفسه في الزومبي، يلا بقى يا رضا وانتوا. المهم يا صديقي دي النهايتين بتوع الفيلم، وبس كده يا جدع، توته توته خلصت الحدوته، وما تنساش بالسبسكرايب لايك كومنت شير فولو انستجرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو لما ينزل الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد ما تسمعش هو كاتب سكيب ده، وتخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده، وبس كده يا جدع، خد لك بوسه كده حلوه، سلام عليكم.